بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء الاشتراك في القناة ومتابعة ليصلكم كل جديد. فريق الوداد البيضاوي يفوز على فريق النادي المكنسي في مكناس ب3 أهداف لهدف. المقابلة بدأت بدون مقدمات، بحيث أن اللاعب جوزيف سجل الهدف الأول فريق الوداد البيضاوي في الدقيقة 5، وبقى ضغط الوداد إلى حدود الدقيقة 35 بعد ما سجل اللاعب لوش الهدف الثاني للوداد البيضاوي، والوداد بدأ منتصر 2-0. لكن اللاعب برداد في الدقيقة 39 سجل الهدف الأول إلى النادي المكنسي، وانطلقت المقابلة من جديد، بحيث نشنا فيها ضغط جد قوي من النادي المكنسي إلى حدود الدقيقة 80، حين سجل اللاعب الهنوري الهدف الثالث للوداد البيضاوي، بحيث أن الوداد البيضاوي 3 أهداف اللي سجل كلها من هجمات مضادة. الاستحواذ كان عند النادي المكنسي، لكن الاستحواذ مش هو الانتصار، لأن الكل يبحث على نتيجة الانتصار. يعني 3 كونتر اتاك 3 بوت. هذا اللي حصل البارح مع الوداد البيضاوي. نتمنى التوفيق لفريق الوداد، ونتمنى حظ اوفر الى فريق النادي المكنسي في المقابلات الجايه. شكرا على المتابعه، والى فصل مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.